بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة أغنية يما القمر على الباب لفايزة أحمد. هذه الأغنية من الروائع الخالدة، كلمات مرسي جميل عزيز، هذا الكاتب الرائع الذي كان يلقب بشاعر البطيخ، وهو من الزقازيق، وتصادق مع عبد الحليم حافظ، وقال أنه عندما غنى أمامه عبد الحليم لأول مرة عاد إلى البيت ولم يستطع النوم من جمال صوته. يقول الصوت شفاف كقطعة كريستال، فنحن أمام فنان ذواق يعرف موسيقى الكلمة. وتلحين محمد الموجي العبقري. تقول الأغنية: يما القمر على الباب نور أناديله. انظر لهذا الكلام، الأم هي سر ابنتها، فتستغيث بالابن، الابنة تستغيث بالأم بعد أن وقعت في مصيدة الحب. يما القمر على الباب، طبعا على باب القلب مش الباب المعتاد. نور أناديله، قناديل الحب أضيئت. يما، شوف كلمة أما دي كثرت جدا في الأغنية، بحيث أن الابنة تعود إلى الجذور، وأنها لا تتصرف بمفردها، وأنها تستغيث بأمها من نار الحب التي اشتعلت في قلبها. يما أرد الباب ولا أناديله؟ سؤال جميل للغاية. هل تغلق باب قلبها أم تدعوه للمرور والدخول؟ يما القمر على الباب نور أناديله. انتبه للموسيقى الجميلة بين أناديله وأناديله، قناديله وأناديله، قنديل في العامية المصرية أنديل. يما القمر على الباب نور أناديله، يما أرد الباب ولا أناديله؟ يما أما. فهي تستغيث بالأم. هذه نقطة. الأغنية فيها 3 شخصيات: الأم، الابنة التي أحبت، والحبيب، ولا يوجد ذكر الأب بالمرة. لماذا؟ لأن تعطي ضمنيا أن الأب سيكون عنيفا أو قاسيا، أو لن يشعر بآلام الحب لدى الابنة. في الأغنية بين 3: يما القمر سهران، حبيبها هذا سهران، تسميه القمر، يعني أسهل شيء فلان ده قمر، يعني تعبير جميل وسهل وميسر. طبعا بعد أن صعد رواد الفضاء إلى القمر وجدوه يعني ترابا وصخورا، وجدوا شيء ليس بالصورة الذهنية التي نراه. يما القمر سهران، مسكين بقاله زمان. شوف، لا، السين سهران ومسكين، مسكين بلوعة الحب، بقاله زمان، أي أن قصة هذه الحب لها مدة طويلة. يما القمر سهران، مسكين بقاله زمان، ارأفي به وبيه، ده سهران، الحب جعله يسهر، مسكين بقاله زمان. ثم تدخل عينه على بيتنا. يعني هذا المحب لن يأخذ هذه الفتاة بعيدا عليها، عينه على بيتنا. دي برضو نقطة مهمة، إن هذا العاشق عاشق محترم، هدفه شريف وبريء، عينه على بيتنا، باين عليه عطشان. كلام جميل جدا، باين عليه، يعني هي تترأف بتعطشه للحب الحلال. عينه على بيتنا، باين عليه عطشان. وحد من الجيران وصف له قلتنا. بصراحة ما هذا السحر وهذا الجمال، وصف له قلتنا، يعني هذه الفتاة الجميلة ستروي عطش هذا الحبيب. وحد من الجيران وصف له قلتنا، معناه أنه سأل عن هؤلاء الناس وبيت هذه الفتاة، فقيل له هذه بيت طيب تصلح لك زوجة. عينه على بيتنا، باين عليه عطشان. وحد من الجيران وصف له قلتنا. يا تعبير، عبارات سلسة وجميل. مرسي جميل عزيز كان يقول أنه يقرأ ديوان المتنبي كل عام 3 مرات، فلا نستهتر بهذا الكاتب. وهذه الأغنية من روعتها كتب عنها عباس محمود العقاد مقالة أشاد فيها
ببراعة هذا المؤلف. أسئيه نبني ثواب، شوف التعبير الجميل، هي تتساءل، وطبعا فيه دلال وجمال واضح ان لها دلال على امها. اسئيه ينبنى ثواب، يعني اذا شرب من قله الحب ارتوى. اسئيه نبنى، بتستاذن امها من البدايه. ياما القمر على الباب نور اناديله، ياما ارد الباب ولا انادي، كله استئذان وادب. يعني انا اقول لك منذ البدايه انا وقعت في الحب فانقذيني. اسئيه نبنى ثواب ولا ارد الباب؟ يما أما. كلمة أما كسرت في الأغنية كنوع من الاستغاثة واللهفة، وتريد مساندة من أمها بعد أن وقعت في الحب. أسئيه نبنى والقاف طبعا مع العامية المصرية تحول إلى متعة. أسئيه، يعني شوف حرف السين، مسكين، سهران، أسئيه، تستمتع بحرف السين الجميل عندما يتردد. أسئيه نبنى ثواب ولا أرد الباب؟ كلام جميل. يما يما. ببص بالشباك لمحته جاي هناك. شوف، ببص من الشباك، واضح انها نوع من التلصص، مش تنظر نظرك، لا، ما هنا الجمال انها محجوبه عنه فهي محبوبه وتراه قمرا. ببص من الشباك لمحته جاي هناك. لمحته دي نظرة السريعة المختلسة المتلصصة. لمحته جاي هناك. جميل، كلام جميل. من طلعته الحلوة، من طلعته الحلوة. نور عليا، نور عليا، تعبير جميل. نور، مش هتقول طالعة منيرة، من طلعته الحلوة. الحلوة، الحلاوة، شيء حلو جميل، من كأنها تتذوقه بالرؤية. من طلعته الحلوة نور عليا. شوف، كأنه، ما هو قمر فوضع طبيعي ينير. نور عليا وقال في عينيا كم موال. قال إيه ما هذا الجمال، في عينيا كم موال، يعني بالنظرة قال لها مواويل الحب. كلام رائع، كأن حوار الأحبة. النظرة شوقي وتوقفت لغة كلامي وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. إيه الجمال ده، ما هذا الجمال الرائع. وثم تدخل فايزة أحمد في موال يا ليل يا عين باستمتاع كامل. يما القمر على الباب خبط وقال يا حباب. يعني الطرق على باب القلب. يما القمر على الباب خبط وقال يا حباب. خبط معناها استأذن، يعني أنت أمام عاشق مؤذب راقي ويعني يستحق أن يحب. ردوا على الخطاب. ثم تقول ما عادش فيها كسوف. يما اعملي طبعا تعبير يما اعملي معروف. احترقت الفتاة بنيران الحب. تستغيث بأمها، ما عادش فيها كسوف، لأن مدة النظرات تفعل فعلها، وبنظرة يعطيها مواويل ويا ليل يا عين، والحكاية يعني وصلت إلى مستوى كبير. ما عادش فيها كسوف. شوف يعود إلى السين الجميلة. ما عادش فيها كسوف. يما اعملي معروف، استغاثة، يعني يما اعملي معروف، انقذيني، وقعت في الحب يا أمي. قوم افتحي له الباب ولا أناديله يما. النقطة دي مهمة. أنت يا أمي بيدك، وكأنها تقول لها كلمي والدي أنني عيني عليه. دي نقطة مهمة. العين طبعا، يعني العين عليها حارس، عين الحسود فيها عود. يعني في المثل الشعبي المصري العين لها تأثير كبير للغاية. عيني عليك باردة، العين صابتني ورب العرش شجاني. قوم افتحي له الباب ولا أناديله يما. أغنية رائعة، تشعر أنك أمام تورتة تأكل. يعني في نوع من الأغاني إذا اتحد الكلمات حسين مرسي جميل عزيز مع محمد الموجي مع فايزة أحمد ذات كروان الشرق
التي تمتع نفسها قبل أن تمتع الآخرين تشعر أنك أمام تورتة. أنت تأكل أو تتغذى بهذه الكلمات. يما القمر على الباب نور أناديله، يما أرد الباب ولا أناديله، يما القمر سهران مسكين بقاله زمان، عينه على بيتنا باين عليه عطشان، وحد من الجيران وصف له قلتنا، أسقيه ينوبنا ثواب ولا أرد الباب يما. ببص من الشباك لمحته جاي هناك في طلعته الحلوة، نور عليا وقال في عينيا كم موال، يا ليل يا عين، تقوم بهذا الموال. يما القمر على الباب خبط وقال يا حباب ردوا على الخطاب، ما عادش فيها كسوف، يما اعملي معروف، قومي افتحي له الباب ولا اناديله يما. تحفة رائعة. الابنة التي وقعت في مصيدة الحب تستغيث بأمها وتقول لها في الآخر يما اعملي طبعا في تدرج في الاستغاثة. في الأول يما القمر على الباب نور أناديله، أفتح له ولا لا. بعد هذا من التدرج تقول لي يما اعملي معروف. يعني الأمور وصلت إلى درجة يصعب مواجهتها. أغنية رائعة. وطبعا المرأة زمان كانت مختبئة، من النادر أن يراها الحبيب بسهولة، وبالتالي كان الخيال يلعب دوره بشكل كبير، وكان يتم السعي إليها بمشقة. ثم أننا أمام فتاة شرقية في بيئة محافظة، ليس من السهل أن تقول مشاعرها للطرف الآخر، فاعتبرت أمها واحتها الأخيرة ومرفأها النهائي، فتستغيث بها. الأغنية فيها الفتاة المحبة، الأم التي الفتاة تستغيث بها، وفيها الحبيب والأب غير موجود. لماذا؟ لأن يفهم من سياق الأغنية أنها تطلب من أمها أن تبلغ أباها أن في إنسان فاضل يريد الارتباط به، ودي نقطة مهمة، أو تفضفض لها على الأقل، فتشعر بالدفء الورم فيلينجز، المشاعر الدافئة، وأن الأم سر ابنتها معها بشكل رائع للغاية. والتعبيرات التورية والاستعار قلتنا، ويقصد الحب القمر بينما، ولا تقول كلمة الحبيب. في هذه الأغنية لا تستعمل كلمة، إنما تستعمل القمر. يما القمر على الباب نور أناديله، واللعب بالحروف طبعا، أناديله وأناديله والسين يعني أنت أمام حديقة رائعة لمرسي جميل عزيز الذي كتب أجمل الأغاني لعبد الحليم حافظ، ابن محافظة الشرقية الرائعة الجميلة. أنا أتذكر كنت في الجيش، في خدمة جيش مصر العظيم في محافظة الشرقية في الثمانينات، فكنت أستمتع بالحقول الخضراء من قبل أن يزحف العمران الغبي المتوحش كي يقتل اللون الأخضر بمباني رمادية غبية حمقاء. ففعلا طبعا فايزة صوتها نوع من التصوف بصراحة، تغني باستمتاع، وفي الموال تقول يا ليل عين، تستمتع وتعيد المقطع مرة واثنين وثلاثة وتدغدغ مشاعر الجمهور. والنقطة المهمة القفلة، يعني في كاتبة أمريكية حصلت على الدكتوراه في صوت أم كلثوم تقول أخطر ما في أم كلثوم القفلة، إن إزاي تنهي الموال بمزاج، بحيث إن بعد ما ينتهي الجمهور يجن بالتصفيق من كفاءتها، إن بدأت الموال وتدرجت حتى وصلت واستعملت النفس بتاعها ببراعة. ففعلا يما القمر على الباب أغنية رائعة امتدحها الكاتب الجبار عباس محمود العقاد، وأشاد ببراعة مرسي جميل عزيز الذي استعمل تعبيرات عجيبة وعزف على كل الأوتار وتقمص الكاتب هنا، تقمص روح الفتاة الصغيرة التي واضح أول تجربة في الحب، فتاة بريئة جميلة فجأة وجدت نفسها وقعت في مصيدة الحب، فمن ينقذها؟ الأم. وكلمة يما كسرت استغاثة، يما يما يما، ولا تمل البنت من الاستغاثة بالأم، وفي الوقت تقول اعملي معروف، وطبعا اعمل معروف
يعني محمد عبد المطلب، اعمل معروف يا بعود ملفوف. تعبيرات اللعب على الحروف، يلي خدودك كلام ايه، تعبيرات جميله. فانا ادعو حضرات المشاهدين لتامل هذه الاغنيه الرائعه الجميله لهذا الشاعر الكاتب الرائع الذي كان يقرا ديوان المتنبي كل عام 3 مرات. هذا الابداع ليس ابداعا عشوائيا، انما وراءه تكوين رائع للغايه. مرسي جميل عزيز، شكرا جزيلا.